السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني والله العظيم جدا جدا جدا. هنا بقى أنا كنت عاملة يعني غدوة كده تستاهل بقكم العسل ده. ودي كانت حاجة حلوة، دي كانت أم علي. بصوا كانت لسه خارجة من الفرن سخنة مولعة، كانت حاجة كده تحفة. ودي كانت فرخة كنت حاشيه رز بسمتي، اللي هو الرز الكبسة يعني، بس كنت عاملاه خلطة بني، يعني كان لونه اللون البني ده اللي انتوا شايفينه. بصوا معايا، مش ملتوت ولا معجن ولا اي حاجة، زي ما انتوا شايفينه اهو. وهوريكم دلوقتي. بصوا الفرخة مستوية، وده كان شكل الاكل. وده كنت عاملة جلاش باللحمة المفرومة. كنت عاملة رز كبسة برضك بس ده لونين هنشوفه دلوقتي. والمخلل بقى، هي كانت وجبة يعني كده على قدنا، بس كانت والله جميلة وتستاهل بقكم. ومعلش عشان التأخير اللي انا كنت باخره دوك والله غصب يعني. انا قلت لكم اني ظروف وكده، بس الحمد لله. ادعوا لي بقى عشان في نونه جايه في الطريق جديد باذن الله، ان انا اقوم بالسلامه منها ان شاء الله. ودعواتكم مستنيه، بس دعواتكم. نخش بقى على وصفاتنا ونقول بسم الله الرحمن الرحيم ونسمي الله بقى ونشوف هنعمل ايه. هنا معايا بصلايه، ما تكونش كبيره قوي، حطينا عليها معلقتين سمنه او معلقتين زبده. وهنا معايا بصلتين وسط، ولعت على البصلايه هنا لوحدها في وok او في طاسه او في صينيه صغيره، ومعاها واحد فلفل حامي ده اختياري. حطيت عليها معلقتين السمنه وهنشوحها، اهي اللي انا بقلبها اللي انتوا شايفينها دي. والتانية البصلتين دول حطينا بردك عليهم، مش حاطه فلفل ولا اي حاجه، حطيت عليهم برضو بصلتين، وقطعت عليهم معلقتين قطعناهم حلو صغير، ورحت حاطه عليهم معلقتين سمنه، ولعت عليهم بردك على البوتاجاز. بصوا البصلايه اول ما اتشوحت وخدت اللون اللي انتوا شايفينه ده، هنزل عليها بورقتين لوري وعود قرفة ووحدتين حبهان اهو. وتقلبي بقى كل الكلام ده، ما تسيبيش البصلايه تغمق اكتر من كده عشان ما تمررش منك. وفي نفس الوقت انا كان عندي شويه رز كبسه كنت غسلاهم ونقعاهم شويه، صفيهم وهاتيهم بقى اهم. بصوا شايفاهم، الرز دوت بيرجع على حجم الحاجه اللي انت هتحشيها، مثلا فرخه اتنين تلاتة. الفرخه اللي عندي مثلا خدت كوبايه رز زي ما انتوا شايفينها اهي. بصوا، وعليها البصلايه وقرن الفلفل وشويه الحبشتكنات اللي انت بتحطيها بقى. هتشوحي الرز حلو قوي مع البصلايه مع ورق اللوري وعود القرفه اللي احنا حطيناه، واحدتين الحبهان، كل دوت على النار، رشه فلفل اسود. شوحنا كل الكلام ده، اروح حاطه رشه فلفل اسود، ودي السبع بهارات، واقلب كل الكلام ده. وفي نفس الوقت انا عندي الكتل بيغلي، او عندك ميه مغليه، لو ما عندكش الكتل ولا على شويه ميه على البوتاجاز، بيكون افضل ما تحطيها ميه بارده. والبصلايه التانية برضك شغاله عندي، احنا برضك مش هننساها، يعني ما نولعش على دوك ونسيب ده عشان ما تلهفش منك او تتحرق منك. هنحط بقى هنا قالب ماجي عشان احنا هنعمل ايه، هنزودها بميه، فاحنا عايزين نعزز الطعم ونخليه حلو. وفي نفس الوقت بصوا انا لسه بقول لكم ما سبتش البصلايه التانية وعينيا عليها برضك وشغاله. بصوا اول ما الكاتل بتاعي فصل رحت مزوداه. احنا هنا يعني هنختمه او هنسويه نص سوا، يعني مثلا لو كوبايه الرز دي هتاخد كوبايتين ميه، لا اخلي نصها ميه بس. شايفه الميه ازاي قدامك؟ الرز ده باين اهو. مش هسويه سوا كامل، انا عايزه اسويه يعني نص سوا. لقيتها دلع شويه، رحت حاطه شويه ملح او حبه دقه. الدقه دي احنا عملناها مع بعض، وان شاء الله يا شفتوا فاكرين من امتى انا عملناها، قربت تخلص عندي وهعملها تاني وهنزلها لكم في فيديو تاني باذن الله. بصوا هنا بقى انا كنت ظبطت الملح بتاعي وغطيتها. ماشي، اول ما تغلي وتتشرب هنوطي عليها. نروح بقى للبصلايه اللي عندنا التانية اللي احنا بنشوحها. اول ما تتشوح معايا وخدت اللون الحلو اللي انتوا شايفينه ده، هنشوف احنا هنعمل ايه. في نفس الوقت انا كنت بسيح سمنه اهي، كانت عندي برضك على البوتاجاز، رحت شايلاها بقى. عندك هنا كميه اللحمه المفرومه بتاعتك، رحت نازله عليها، ما تغمقيش البصلايه اكتر من كده.
هو كده لونها جميل قوي وهتبقى معاكي حلوه ان شاء الله. نزلت بقى بكميه اللحمه المفرومه بتاعتي. بصوا واوريكم ان الرز ده بيغلي، اول ما يتشرب معايا اروح موطيه عليه. مش هنسويه سوا كامل، لا هنسويه 50% بس، يعني نص سوا. حطينا اللحمه على البصل وشوحناهم حلو. عندي قطيتين او طماطميتين قطعناهم، ورحت نازله عليهم على اللحمه القوطه والبصل واللحمه. بصوا الرز اهو. هنوطي بقى عليه رشه فلفل اسود بقى على اللحمه كده، شويه 7 بهارات، حبه كمون. يعني بهاري لحمتك زي ما انت ما بتحبيها. عود قرفه او ورقتين لوري، واحده حبهان اهي. بصوا واحده الحبهان ورقتين لوري. لسه داخل بقى يشوف الفيديو ما ينساش اللايك والشير والاشتراك معانا في القناة. ودعواتكم معايا بقى الايام دي، عشان والله العظيم انا تعبانة جدا ومش قادرة. ودوك اللي بيأخرني عنكم وبيخليني ان انا ما بقدرش ان انا اطلع اصور، ولا اقدر اصلا ان انا اعمل حاجة. اللحمة بتاعتي حطيت عليها البهارات اللي انا قلت لكم عليها، ورحت حاطه عليها نص قالب ماجي. وهنشوح كل الكلام ده. هقطع بقى عليها ايه، واحد فلفل سبايسي يعني حامي. عايزاه حطيه، مش عايزاه ما تحطوش، ده اختياري براحتك. مش عايزاه حامي حطيه رومي، يعني الفلفل الاخضر او الفلفل الالوان. بيعزز بردك الطعم وبيبقى حلو جدا وصحي للقلب ومفيد. لو انت مش عايزه الحراق ده بترجعلك انت. هنقطع بقى الفلفل بتاعنا ونقلب كل الكلام ده. عندنا هنا النار عالية. اول ما نقلب كل الكلام ده اهو، بصوا ازاي اهو. ده عندي واحد فلفل اخضر اللي هو الرومي اللي انا بقول لكم عليه. ده مش حراق، ده بارد. ممكن تستغني عن الحراق وتقطعي الرومي ده، او الفلفل الاخضر او الالوان اللي انت حباه. ده براحتك، يعني ده بيرجعلك انت عايزاه حراق مش عايزاه خلاص. بس نقلب بقى كل اللحمه بتاعتنا مع البهارات مع الطماطميه مع قرن الفلفل. ظبطنا الدنيا يعني. وريحتها كانت قلبة الدنيا وكانت قلبة البيت. الصراحه كان ريحتها جميله قوي. بصوا الرز بوريكوا اهو ان الرز بتاعي بقى مية مية، ولا لزق ولا اي حاجة. لما وطيت عليه قبل ما شوحت اللحمة بتاعتي كان خلاص. بصوا بوريكوا ان هو ما استواش مية مية، لا استوى 50% بس، يعني نص سوا. اللحمة بتاعتي برضك شغالة على العين عندي اهو. انا طفيت على اللحمة اهي، كانت اتشوحت طفيت عليها، وكنت طفيت على الرز. وجبت بقى الفرخة بتاعتي دي. كان حجمها مش كبير قوي، يعني كانت مثلا كيلو ونص او كيلو وربع. الرز بتاعي هو شايفينه، ولا معجن ولا اي حاجه. كنت غاسله الفرخه بتاعتي ونقعاها ومصفياها ومخليها زي القشطه. انتوا شايفينها. بصوا وما تجيبيها من عند بتاع الفراخ قولي له انا عايزاها حشو. الحشو ده بيفرق معاكي في ايه؟ ان هو ما بيفتحلكيش الرقبه بتاعتها، ما بيطلع ما بي يعني ما بيفتحش الرقبه لما بيجي يذبحها. لا بيفتحها من فوق بس. دي بتفيدك انت مثلا ان انت تقفليها بخله، او تخيطيها زي ما انا ما بعمل، زي ما بتحبي تعملي. طب احنا ليه بنعملها كده؟ عشان نحشيها اما ننزلها في الميه ما تنطرش الرز بتاعها، ما تفكش مننا. وانا هوريها لك دلوقتي ان انا سويتها وحمرتها، وزي ما هي ما شاء الله لا فرقعت ولا اي حاجه. وهقول لك ليه الفرخه ما تفرقعش معاكي. بصوا انا كنت بقى خيطت عند الرقبه كده او قفلتيها بالخله. امسك بقى تحت الجلد كده اللي عند البطن، اسلكها بالراحه. شايفين اهو، اسلكها بالراحه كده بصباعين اتنين لحد اما اوصل لعند الرقبه اللي انتوا شايفينها دي. بصوا هتلاقي ايديا دخلت لحد جوه. اسلك الفرخه بتاعتي كده بالراحه. بصوا اكنها عامله زي الجيب. كل ده احنا نستفاد منه نحشيه. ع- تبقى شكلها يعني ما شاء الله بتتزيد الضعف. لما بتحشي الفرخه بتاعتك كده وتملي مركزها بتزيد الضعف معاكي. بصوا بقى انا في تركايه هنا بحبها قوي. بجيب شويه دقه او حبه فلفل اسود، الفلفل الاسمر يعني.
وبدعك بيه الفرخة بتاعتي، بيديني طعم وريحة، بيبقى جميل قوي. بصوا التركايه دي انا بحبها، شوية دقة وحبة فلفل اسود، ونبدأ بقى نسمي الله كده ونحشي الفرخة بتاعتنا. طول ما احنا ما بنحشي نضغط عشان تخرج، يعني تتملي كلها وتخرج عند الرقبة كده او الزور، تحس ان هي عاملة زي يعني ما شاء الله بتحسيها عاملة زي البالونة. بس في نفس الوقت ما بنملهاش قوي، لا اعملي حساب ان الرز دوت هيكمل بقية السوا. لو مليتي الفرخة بتاعتك قوي هتفرقع منك. شايفينها؟ بصوا مفرغة معايا ازاي. انا هوريكم دلوقتي، هوريلكم ان هي هتبقى مفرغة معايا وفيها حتت فاضية. اعمل حساب ان الرز بتاعي لما يستوي اسيب له مكان براح، يبقى فاضي، في مكان كده فاضي، لما تستوي يبقى في مكان فاضي ما جنبه البراح، يعني يستوي براحته. ما يجيش الرز انا كابسه الفرخه على الاخر واجي احشيها واسويها والاقيها فرقعت. طب فرقعت من ايه؟ ما انا يا اما ملياها قوي كبساها رز وحطيتها في ميه بتغلي وسبتها على نار عاليه، كده الفرخه تفرقع مني. لكن انا اخلي مثلا الفرخه بتاعتي مش مليانه قوي وفيها مكان كده فاضي، والميه بتاعتي او النار بتاعتي ما تكونش اول ما انزل الفرخه الميه بتغلي اروح مهديه النار. كده الفرخه ان شاء الله تطلع معاكي، او مثلا حمام اي حاجه انت بتحشيها ما تفرقعش منك. بصوا بقى انت هنا تكتفي بقى الفرخه كده، عايزه تقفليها بواحده خله اقفلي زي ما انا ما قلتلك، مش تعمل معاكي اي حاجه. بس انا هنا ما كانش عندي خله، نعمل ايه؟ نتصرف. الخيط ده بتاع مطبخ برضك، في حاجات للمطبخ وفي حاجات مش للمطبخ. رحت انا قافلاها برضك بواحده خيط كده على طول اهو، عشان ما تفرقعش منك او الرز ما يخرجش منك. وتيجي تيجي يعني تشوفي الفرخه فين الرز اللي انا عملته، مش هتلاقيه، هتلاقيه وقع كله في قلب الميه. ما تخافيش هتستوي معاكي وهتبقى زي الفل. جربيها وهتعجبك قوي ان شاء الله، يعني جربيها مش هتندمي. بصوا انا هنا كنت خلصت بقى الدنيا وظبطتها. تمسكي الجلده من الناحيه دي عن الناحيه دي وتخيطيها، وتراعي ان ما تقطعهاش وانتي بتسلكي من تحت الجلد، ما تقطعهاش وانتي بتحشيها. عشان انتي لو قطعتيها القطع دوت يبقى من الاول خالص انتي قاطعه اصلا الفرخه بتاعتك. فانتي تراعي بقى، تقفليها بقى حلو وظبطي الدنيا كده، وربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم يا رب ان شاء الله. بصوا شايفين؟ مش مليانه قوي. بصوا انا بوريكم ان هي بصوا فاضيه ازاي اهي، مش مليانه او مش مكبوسه على الاخر، لان ما تستوي هتشوفوها. هنا بقى كان عندي ميه بتغلي، حطيت فيها بصل وجزر وطماطم وورق لوري وحبهان وعود قرفة. واول ما غليت معايا حلو هنسمي الله بقى ونحط الفرخة بتاعتنا، كتفنا بقى الاجنحة ورا منها كده. بصوا اهي، اول ما تغلي هروح مهدية النار، اخلي النار بتاعتي وسط. لو خليت النار بتاعتي عالية الفرخة هتقعد تغلي تغلي هتروح الجلد بتاعها مقطوع على طول. اول ما تغلي معايا روح مهديه بقى النار بتاعتي، وكل مثلا 5 دقايق او 10 دقايق اقلبها على الوش التاني. شفتوا ان انا قلبت الفرخه وحطيت لها رشه فلفل اسود. كل شويه تقلبي في الفرخه كده. بصوا بتغلي اهي، هديت بقى النار وسبتها بقى تستوي حلو. هنا بقى نسمي الله وهنعمل بقى احلى صينيه جلاش. معايا سمنه سايحه او زبده سايحة، عايزة تعملي سمنة على زيت او سمنة بس ده براحتك يرجعلك انت. والصينية بتاعتك مدهونة اهي، بندهنها بالفرشة بتاعتنا بالسمنة بتاعتنا تكون سايحة. والافضل ان السمنة تكون سايحة زي ما انت شايفاها كده، ما تكونش مجمدة، عشان تعرفي ان انت تفرديها على الجلاش وتعرفي ان انت تفرديها على في الصينية، ما تبقاش في حتة واحدة بس. هنا معايا لفة جلاش اهي. وفي نفس الوقت وانا برص بقى تعملي ايه؟ تولعي الفرن بتاعك. لو انت هتسويها على طول، مش هتسويها على طول، رصيها وسيبيها. هنا نمسك بقى الجلاش بتاعنا نفرده في قلب الصينيه كده.
والزيادة نتنيها بس من تحت اهو. بصوا، مرة نتني من الجنب ده ومرة نتني من الجنب ده. لو تنينا من جنب واحد او الجلاش الزيادة قلبناه على ظهره من جنب واحد، هتلاقي الجلاش بتاعك جنب وجنب، جنب تخين وجنب رقيق، مش حلو. وبين كل طبقتين احط دهنة سمنة كده او دهنة زبدة. شفتوا انا رشرشتها بالفرشة ازاي اهي. هنفضل نكمل كده لحد ما اوصل لايه، لنص الكمية. اعرف منين نص كمية؟ مش هتعرفي ان انت تقيميها بعينيكي، عديه، عدي الجلاش واقسميه من الاول. لو انت عارفه ان انت هتعرفي يعني تقيمي الدنيا قدامك كده بعينيكي، روحي عاملاه. مش تعرفي، عدي الجلاش بتاعك واقسميه، وبين كل طبقتين رشه سمنه او رشه زبده كده بالفرشه وتعمليها. طب ايه الفايده ان انا بنعمل كده؟ تطلع معاكي الجلاش بتاعك مورق وجميل وهايش كده، هتشوفيه دلوقتي تحفه. لكن لو ما عملتيش كده هتلاقي الجلاش بتاعك طالع مكتوم ومش حلو، مش زي اللي انا باكله بره، مش زي اللي انا بشوفه عند فلان. لا، جربيها وهيعجبك جدا. بص انا هنا حطيت نص الكميه اهو، وجبت بقى اللحمه بتاعتي. اشيل بقى منها مثلا لو ورقه لوري ولا عود قرفه ولا حاجه، وافرد بقى كميه اللحمه معايا اهي في قلب الجلاش كله، مش في حته واحده، لا، في قلب الصينيه كلها. افردها كده، اخليها كلها سوا واحد. ان قابلتك ورقه لوري ولا عود قرفه ولا واحده حبان، شيليها، عشان في ناس ما بتحبهاش، مثلا ما بتحبش طعمها في بقها. احنا بس بننكه يعني بندي نكهات للحاجه، وبعد كده بنشيلها. لو انتي مش فاكراه عديه برضو، عدي الحبان مثلا حطيت 3 وحدات، اعدهم واشيلهم. الكلام ده حطينا هو اللحمه فردناها. نكمل بقى بقيه طبقه الجلاش اهو. بردك زي ما قلتلك، مره نتني من الجنب ده ومره نتني من الجنب ده. لو الجلاش بتاعي اكبر من الصينيه، هتظبطيها انتي بعينيكي برضك، بتظبط الدنيا. لحد ما تخلصي الكميه اللي معاكي كلها. وقلنا برضو بين كل طبقتين وطبقتين، بصوا، دهنة سمنه او رشه كده بالفرشه. جربي صينيه الجلاش دي وهتعجبك ان شاء الله، تطلع معاكي احلى من اللي انت بتاكليها في المطاعم. في الوقت ده انا كنت بقى مولعه الفرن بتاعي، لو انا هدخلها سويه على طول. بصي، لو انت مش تعرفي ان انت تقسميها، هاتي الجلاش يعني الصينيه كده من النص. لو انت هتعرفي بعينك ان انت تقسميها اعمليها. هنا معايا انا يعني تقطعي الجنب على قد ما انت ما هتاخدي منه على طول. ودي الفايده اللي انت لازم اصلا انت تقطعيها من دلوقتي. ما ينفعش تقطعيها بعد ما تستوي. لو قطعتيها بعد ما تستوي مش تعرفي. لكن شايفه التقطيعه دي، لما تستوي صينيه الجلاش معايا، هنقطع على نفس الخطوات اللي احنا مشينا عليها من دلوقتي. يعني اول ما تخرج معايا صينيه الجلاش لسه اقطعها، لا، شايفه التقطيعات دي همشي عليها بالسكينه بس، واروح بقى تطلع معاكي سهله جدا اهو. بصوا طلعت معايا ازاي، كلها قد بعضها. بصوا بقى، انا بقى مش انا قلت لكم كنا مولعين الفرن بتاعنا؟ ما بنولعش الشوايه، بنولع الفرن بس. كنا يعني مسخنين. هنا معايا بضايه وعليها شويه فلفل اسود، تضربيها حلو جدا بال بالشوكه. عايزه تسقيه شوربه مع البضايه تسقيه، عايزه تسقيه لبن براحتك. دي حلو ودي حلو، ده بيرجع لك وده بيرجع لك يعني، والاتنين بيبقى بيديكي نفس النتيجه. والصراحه الاتنين بيبقوا احلى من بعض. هنا انا في الوقت ده كنت بجيب الشوربه بقى. بصوا كملت الطبق اهو، الشوربه بتاعتي، ورحت مقلباها على طول على البضايه، ورحت نازله بيها على الجلاش. بصوا شايفه التسقيه بتاعت يعني سقينا الجلاش ازاي.
ما تبقاش الشوربه كتير، لو زودتي الشوربه يبقى ملتوت معاكي. بصوا ما شاء الله دي كده مية مية. انا الفرن الكهرباء بتاعي كنت مولعاه، اروح مدخله فيه قلب منه الجلاش على طول. بصوا مراحل التسويه اهو. بصوا اول ما بيستوي معايا بوريكم، وكل شويه اشيل الصينيه وادورها الناحيه التانية، الفها الناحيه دي والفها الناحيه دي اهي. بوريكم ان هي اهي. بصوا، ودي بقى اول ما خرجت معايا صينيه الجلاش، ما كملتش 20 دقيقه. هنا انا معايا كيلو لبن مولعه عليه يغلي، وهنا عندي 3 معالق سمنه حطيت فيها عود قرفه، ونحط ورقتين لوري، وحدتين حبهان، وعندي رز كبسه هنا كنت غسلاه ونقعاه وهصفيه بقى، يعني مثلا كنت نقعاه بتاع ربع ساعه نص ساعه. طب فايده النقع دي ايه؟ بيخلي معاكي الحبايه ما تاخدش تزويد كتير وما تعوقش في السوا. حطينا السمنه عليها ورق لوري وعود حبهان وحدتين قرفه بتاع دوت، اللهم صل على سيدنا محمد، حبهان وعود قرفه وورق لوري بس، ما حطيتش اي حاجه تاني، ونزلت عليهم بالرز. وهنشوح كل الكلام ده، هتاكلي احلى رز كبسه ممكن تاكليه في حياتك، واخف رز كبسه ممكن تاكليه في حياتك. انت ممكن وانت قاعده كده تاكلي طبق بحاله من كتر الخفيه بتاعته وطعمه الحلو المسكر ده. لا بصل بقى ولا اي حاجه خالص، وما يحمش على صدرك ولا اي حاجه خالص. بصوا تشوحيه كده حلو جدا، حطيناش اي حاجه اهو زي ما انتوا شايفين. والفرخه بتاعتي كانت استوت، وكل شويه قعدت معايا نص ساعه، ورحت شايلاها شايفين على البوتاجاز جنبية اهي، شلتها بقى تتصفى وتبرد براحتها. الرز بتاعي اتشوح حلو، جبت الشوربه بتاعتي ورحت ساقيه الرز. قلنا الرز الكبسه كوبايه الرز عليها كوبايتين ميه، رز المصري كوبايه وعليها كوبايه. زودنا بقى الرز الشوربه بتاعتنا ونظبط الملح. هنا كانت دلعه شويه، حطيت لها، كان عندي نص قالب ماجي، قلت لكم ان انا حطيت نص قالب على اللحمه وده النص التاني، حطينا بقى على الرز. واول ما يغلي معايا هنروح موطين عليه. بس في تريكايه كده هقول لكم عليها دلوقتي هنشوفها مع بعضينا. وعندي هنا اللبن بيغلي، بصوا الرز اتشرب اهو، هنوطي عليه. اول ما نشرب الرز ونوطي عليه، اجيب معلقتين شوربه او معلقتين ميه، واحط فيهم يعني اقل من ربع معلقه صغيره خالص زعفران، وهقلبها كده في قلب معلقتين الشوربه او قلب معلقتين الميه، يعني ربع معلقه زعفران على معلقتين شوربه او معلقتين ميه، ونقلبها حلو جدا كده. بس الكلام ده امتى؟ لما الرز يتشرب ونوطي عليه، واروح مرشرشام كده بس في جنب واحد، ما تقلبيش الرز بقى. شفتي الحركه دي؟ ما تقلبيش بقى الرز بتاعك، وسيبيه كده يكمل بقى بقيه التسويه. هنا معايا بقى مكسرات، عين جمل ولوز وبندق وجوز الهند، ولو عندك سوداني حطي. مش عايزه كل الكلام ده، مش عايزه مكسرات بلاش منها خالص. وده عندي هنا من فيه، بيتباع دلوقتي في كل حته، بقى متوفر يعني في كل حته. يعني احنا هنعمل لهم الاكله دي ومش هنحلي؟ لازم نحلي طبعا. عندي هنا المنفيه بتاعي، كسريه بس مش قوي يعني ما تفتفتهوش. وكده كده الفرن بتاعك شغال، وبنسوينا الجلاش وهنخرجه. حطيناه كده، ما تمليش الصينيه بتاعتك من فيه كتير لان بينفش، يعني بيزيد الضعف. ولازما اللبن يبقى قد يعني مثلا ربع الصينيه من فيه، اخلي الصينيه كلها لبن. ونرش بقى رشه مكسرات كده، حبه مكسرات كده يستاهلوا بقوك العسل ده. وعندك هنا كيلو لبن اهو. ما تسكر السكر ده براحتك، انا حطيت مثلا 3 معالق سكر على الكيلو اللبن، يعني السكر ده بيرجع لك انت ذوقيا. بصوا اللبن لازم يكون سخن وبيغلي كده اول ما تطفي عليه على طول. لو عايزاها مسكر حطي براحتك، مش عايزه يعني السكر ده بيرجع لك انت. ورحت بقى تسمي اللبن، وتروحي حاطه كده اللبن على المنفي بتاعك على المكسرات. بصوا هتلاقيها عايمه كده، وتلاقي اللبن فيها كتير. ايه ده هتبقى معايمه كده ليه؟
ما تخافيش، كملي وما تخافيش، وحطي معلقتين سمنة او معلقتين زبدة. ويا بقى لما تكون سمنة بلدي او زبدة بلدي زي ما انت شايفة كده، هتخلي طعمها في حتة تانية. هنا بقى هندخل المعالي على ايه؟ هندخلها على درجة حرارة عالية، ونولع الشواية ونولع الفرن. انا قلت لكم الفرن بتاعي كان شغال وسخن، يعني مش هتكمل معايا بالظبط ربع ساعة، 10 دقايق، وهتشوفوها دلوقتي. الجلاش بتاعي طلع اهو ما شاء الله، اللهم بارك، يعني اللهم صل على النبي. بصوا على شكله عامل ازاي، شايل نفسه اصلا من الصينية. نقطع بقى الجلاش، نمشي على الخطوات اللي احنا كنا ماشيين عليها. لسه داخل يشوف الفيديو ما ينساش بقى اللايك والشير والاشتراك معنا في القناة. واللايك بقى يا جدعان، ما تنسوش بقى تحطوا اللايك، يعني اللي بيتفرج كده يحط اللايك. ودعوة حلوة كده منكم ان ربنا ان شاء الله يقومني بالسلامة، ويكون عيني بالمولودة الجديدة بإذن الله. نقطع بقى الجلاش كده. خلاص بقى اكلنا كان خلاص استوى، والرز بتاعي كان خلاص اتوطيت عليه. والفرخه بتاعتي بقى انا كنت هنا بحمرها. عايزه تحمريها في الفرن حمريها، عايزه تحط لها معلقتين سمنه على شويه زيت وحمريها براحتك عادي. انا هنا الناس كلها بتعرف تحمر الفراخ، حمرتها انا بقى، ما صورتش الصراحه الحته دي. بصوا الجلاش ده جلاش ولا بغاشه ده بقى؟ شفتوا الجمال؟ لونها من فوق زي من تحت كله زي بعضه، ومورقه معايا، وشايفينها اصلا طالعه ازاي. ما شاء الله، اللهم صل على النبي، تحفه. كانت تستاهل بقكم الصراحه. بصوا الفرخه بتاعتي اهي، لا فرقعت ولا جرالها اي حاجه، وكنت حمرتها. كنا قطعنا الجلاش اهو، وريتهولكوا. نغرف بقى اكلنا بقى. اهو الجلاش هنغرف بقى. بصوا طالع معايا مورق وحلو ومقرمش كده من بره وطري من جوه، كان تحفه، كان جميل قوي قوي قوي. والله العظيم 3 انا ما بشكر في اكلي، اقسم بالله فعلا كان تحفه. نغرف بقى ونشوريكم بقى الرز بتاعنا بقى، التركه اللي احنا عملناه دي. انت ما بتروح اي مطعم ولا اي مكان بتقولي ايه ده، هم عاملين الرز ده ازاي؟ كل واحده لون، يعني مسويين ده في حله ومسويين ده في حله. لا، شفتي اللي احنا عملناها مع نص ربع معلقه الزعفران اللي احنا عملناها في معلقتين الشوربه، وحطيناها من جنب واحد بس لما الرز بتاعك اتشرب. هي وما تقلبهوش، هي دي التركية. بصوا الرز نازل معاكي لونين اهو في نفس الحلة. كان ما شاء الله ومسكر، وكان طعمه جميل قوي قوي قوي، وخفيف كده وحلو. يستاهل بقكم، والله يا جدعان الاكل ده كان يستاهل بقكم. وعندك بقى شوية لحمة مفرومة تحطيها، حبة مكسرات، دلعي بقى انت الدنيا بقى براحتك، ده بيرجع لك انت. ده كان عندي هنا شوية لحمة مفرومة باقية من الجلاش، قلنا نستغلهم نحطهم على وش الرز كده. حبة مكسرات تحطيه، مش عايزة بلاش خالص اللي ما بيحبش. وده كان غدانا، حاجة بسيطة تستاهل بقكم. ويا رب يكون عجبكم ان شاء الله الفيديو بتاعنا بإذن الله. متنسوش بقى اللايك والشير والاشتراك في القناة. بصوا الفرخة ما فرقعتش ولا اي حاجة، والرز اهو، والجلاش اهو لونين، والرز لونين قصدي. بصوا كل رزاية لون. وهنشوف دلوقتي قلب الفرخة لا يكون الرز اتلت ولا اي حاجة، لا هنشوف. وهنشوف ام علي ولسه خارجة من الفرن. اول ما